ازاي عملنا بنك ب 80,000 جنيه. زي النهارده 10 مايو 1920 اتأسس بنك الغلابة زي ما بيسموه دلوقتي، لكن وقتها كان حدث كبير جدا لأن أول مرة يكون في بنك للمصريين وهو بنك مصر. في الأول كانت كل البنوك الموجودة أجنبية وهي اللي بتتحكم في الاقتصاد المصري، فجه طلعت باشا حرب عبقري الاقتصاد وأقنع 126 مصري إن هم يبنوا بنك ويكون مصري 100%، وقدروا وقتها يجمعوا 80,000 جنيه وخلوا تمن السهم الواحد 4 جنيه بس. وأكتر واحد اشترى أسهم كان عبد العظيم بيك المصري من أعيان مغاغة واشترى لوحده 1000 سهم. أول فرع للبنك كان في شارع الشيخ أبو السباع اللي هو صبري أبو علم دلوقتي، ومن ساعتها بدأت حكاية بنك مصر في بنى الاقتصاد المصري، وعمل مشاريع في مجالات كتير زي النقل والطيران وصناعة السينما والتأمين وغيرهم كتير. ودلوقتي البنك بقى عنده نسبة كبيرة من الأسهم في 157 شركة في مجالات مختلفة زي السياحة والإسكان والزراعة وكمان تكنولوجيا المعلومات، وكل ده بقى ب 80,000 جنيه بس. تيجوا نعمل بنك؟